لأن أنا لو كان هدفي الربح أنا أصلا يعني بتحقق الربح لما بجيب 1000 مشترك. أنا أصلا مش عارف أصلا هجيب ال1000 مشترك ولا لأ، بس الهدفي إن أنا أنصح الناس وأديهم التجربة أو الحاجة اللي أنا جربتها وما نجحتش معايا. عايزك تتعلم من التجربة دي أو من النصيحة اللي أنا بنصحها لك، لأن أنا مش هقول لك كلام هيضيعك، لأن يعني أنا مش هستفاد حاجة. أنا بس اللي عايز أنصحك أو أفيدك بحاجة. إن الواحد مبقاش فعلا ضامن عمره، بالذات إن هو عايز يسيب أثر في الناس. إن كمان وكنت عايز أقول لكم حاجة الصراحة، بعد وفاة الراجل ده واحد فعلا مبقاش ضامن عمره خالص. فربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله، ويعني يجعل فينا يا رب إن احنا نسيب الأثر في الناس، ويعني الناس فعلا تستفيد من الحاجات اللي أنا بقولها. و... وكان أي حد زعلان مني أو ضايقت حد، فيا عم يا عم متزعلش مني، والدنيا خلاص مش مستاهلة يعني. لو كنت زعلان مني فما تزعلش. كنت عايز أشكر كل واحد فعلا دعمني في كومنت ودعمني في حاجة تخلي الواحد يكمل في الحاجة اللي هو بيعملها. الصراحة أشكركم بجد على الفيديو اللي جاب 300 مشاهدة. متوقعتش أصلا إنه يعدي 5 أو 6 مشاهدات، والله مش بهزر بجد. بس أنا شكرا ليكم. شكرا برضه ليكم على ال50 مشترك. خلاص أتوقع إن شاء الله بعد الفيديو ده نجيب ال50 مشترك. بس ده كان نهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ربنا يرحم دكتور أحمد مصطفى كمان ويصبر عنه. ومتنسوش تحطوا لايك واشتراك لو الفيديو عجبكم، وشير للفيديو بقى. وسلام.